السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل بقى الحلويات والجاتوهات الجميلة ديت زي ما انتم شايفين. هنعمل النهارده بإذن الله كيكة الرواني التحفة. ان شاء الله كده نعملوها وتنال رضاكم واعجابكم. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير وطريقة التحضير. دلوقتي يا حبايبي بما ان البيض غلا والبضاية بقت ب5 جنيه، طبعا ربنا يعيننا كلنا. احنا ممكن نعمل حلويات في الشهر مرة واحدة بس. فمش هستول عليكم، يلا بنشوف الطريقة على طول. دلوقتي انا معايا كوباية الا ربع من اللبن، وحطيت عليها، كان عندي نص زبدية، حطيت عليها نص زبدية، وحطيت بيضتين، طبعا بيضتين عصافير دول زي ما انتم شايفين كده، ده ب5 جنيه. وحطيت كوباية من السكر، وحطيت عليهم الفانيليا، وحطيت كوباية الا ربع من الزيت. يبقى يلا بينا نقول مقادير تاني. اهم حاجة مننساش نقطة الليمون دي، بتديها هشاشة، وبصوا بتفتح المقدار كويس قوي قوي قوي. يبقى تاني حطينا ايه؟ حطينا كوباية من السكر، عليها كوباية الا ربع من الزيت، كوباية الا ربع من اللبن، نص زبداية، واتنين من البيض، حبات البيض والفانيليا، وكمان الليمون. دلوقتي بعد ما خلصتهم حطيت عليهم نص كوباية من جوز الهند، وكمان حطيت عليهم من نفس المقدار كوباية من السميد الناعم، ولازم السميد اللي عندك يكون ناعم. وحطيت كوباية واحدة بس من الدقيق، وبدأت كده ندخلها واحدة واحدة كده زي ما انتم شايفين، وحطيت عليهم باكو من الكيك شيف. بس هي دي المقادير بتاعتي، سهلة جدا مفيهاش اي حاجة. صينية عندي كده اخدت دهنتها كده زيت، وهبدأ ابطنها معاكم. دهنتها زيت اهو زي ما انتم شايفين. بعد كده هحط عليها على طول السميد. يعني ما ينفعش ان انتي تبدريها بالدقيق، مش تبقى حلوه خالص وهي طالعه. السميد احسن وبيديها ايحاء انها بسبوسه، هريسه. المقدار بتاعك لازم يكون خفيف زي ما انتم شايفين كده يا بنات، لازم المقدار يكون خفيف عشان تشرب السوائل اللي هتتحط عليها. لو المقدار معاكي تقيل مش هتشرب السوائل. وعلى فرن مسخن مسبقا على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني. ودلوقتي هعمل الشربات اللي هدي بيها كوبايه ونص من السكر على كوبايه ونص من الميه. ودلوقتي هرفعهم على النار واحط عليهم بيكم من الفانيليا. وده كان غدايا النهارده، قلت اوريهولكوا. كانت النهارده بقى عشان بما ان يوم الجمعه بقى بنحتفلوا، ممكن نقضوا اي حاجه طول اليوم طول الاسبوع، ولكن يوم الجمعه بيبقى غير. عملنا بقى شويه باميه كده ايه عجميه تحفه جدا، وسلقنا لحمه. واحتفالا يعني بيوم الجمعه، ربنا يجعله يوما يا رب عيد في الارض زي ما هو عيد في السماء عند ربنا ان شاء الله. ودلوقتي الكيكه الجميله التحفه طلعت اهي من الفرن، بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين كده شكلها وجمالها ولونها عامل ازاي، متحمرة من جميع الجوانب. وهي سخنة دفيت الشربات اللي انا عملته وحطيته عليها مع معلقة. لازم الشربات، التركة بقى الحلوة، تضيف للشربات معلقة من السمنة البلدي. بصوا بقى شكلها، واديتها لمعان وطراوة، وبسم الله ما شاء الله. تعرفوا ان هي حلوة ازاي؟ تعرفوا حلاوتها من ان هي على طول اول ما حطيت السوائل شربتها. يبقى هي كده ناجحة ناجحة 100%. وكان عندي كده مربة حليب، بدأت كده ان انا احط في الاطراف عشان ما تبقاش ناشفة. حطيت عليها مربة حليب كده عشان خاطر تدي بردك كده ايه طعم. بس كان مش قادرة اقول لكم طعمها روعة. يعني انتي الغالي والغالية اللي نفسك تهديهم، مش قادرة اقول لكم، هيبقى احسن حاجة عندنا صينية الرواني. حلوة جدا مش مكلفة. عندك بقى عيد ميلاد، عندك عيد ميلاد على الهادي كده، عندك مناسبة عايزة تهدي حد، رمضان داخل علينا، مفيش احسن من صينية الرواني وجمالها. عندي دلوقتي الورق بتاع الطهي دوت اهو زي ما انتم شايفين. عملت كده زي شرويط، وبدأت كده عشان خاطر بس توزع لي وتقسم لي تقسيمة حلوة كده، عشان الديكوريشن والتوبنج يبقى جميل وحلو. وكمان زي ما انتم عارفين العين اللي بتاكل قبل البق.
بالمناسبة دي ليلة 27 رجب، ربنا يا رب يجعلها عيدا في الأرض وعيدا في السماء يا رب. أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومش هوصيكم بذكر الله وذكر أنفسكم في الدعاء اليوم ده، وإن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده، حطيت بقى على التوبينج من فوق كده جوزة الهند، وبعد كده شلت الشرايط دي. بصوا بقى شكلها وجمالها. وكان عندي كريس كده، عملت الديكوريشن بيه كده، اداني شكل حلو وجميل. وبس هي دي كانت الصينية بتاعتي النهاردة. يا رب تكون عجبتكم وتنال رضاكم يا رب. ان شاء الله الحاجة ابقى خفيفة على قلبكم. ويا ريت ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة، فيدوا بيها غيركم. وان شاء الله اقابلكم في فيديو جديد جاي باذن الله، وانتم في احسن حال وصحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.